عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم ريسيت متاع كعيبات اسفنج، وصفة سهلة وسريعة تحضروها لقيوة العشية وإلا في سهريات رمضان، يحبوها الصغار والكبار. في وصفتنا لليوم نستحقوا الفارينة حسب الرغبة اللي انتم تحبوها، سكر فاني وخميرة وشوية ملح والماء باش نلمدو به العجينة متاعنا. انا مانيش باش نعمل فيها سكر اضافي، خاطر مش نعمل كعيبات بالسكر وكعيبات بالعسل. انتما كان تحبوا تجموا تزيدوا شوية سكر. نخلطوا المكونات متاعنا، وتوا نزيدوا الماء، نقعدوا نزيدوا بشوية بشوية. وصفتنا لليوم ما تستحقش العجنين. والعجنة متاعنا ما لازمهاش تكون يابسة، لازمها تقعد طرية جارية شوية. كيما تراو نلموها بيدينا أسهل، ومن بعد ندهنوها بالزيت ونغطيوها منديلة ونخليوها تخمر. نلمدو اللميعنات متاعنا كان عنا نغسلوهم ونخليو البات ترتاح، نصيف ساعة هكاكا، ساعة غير ربع. البات متاعنا خمرت كيما تشوفوا تبارك الله ما شاء الله. وتوا نحطو الزيت يسخن، وكي يسخن ندهنو يدينا بالزيت ونفرغو الهواء من العجنة، ومن بعد نبداو نهزو بشوية بشوية ونشكلوهم على الفورمة هذي، نعملو هذيك الترو في الوسط ونحطوها في الزيت. ناخدو المغرفة ولا انا عندي الملقاط هذايا وندوروها هكاكا في الزيت باش الزيت يوصللها للفوق وتتنفخ لنا الكعبات الفطاير متاعنا. ونعمل المرحلة هذيا على العجنة كاملة. ما تنساوش باش تشتركوا بالقناة متاعي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نهبطه. الوصفة هذي تجم أي مرا تحل بها مشروع. عنا في تونس في الحمام يعملوا كعيبات الفطاير، تجم هي تعمل كعبات الفطاير وتبيعهم للعباد في الحمامات متاعهم. هذوما كعيبات الفطاير والسفنج متاعنا حضروا تبارك الله. ما عملتش البات كاملة، خليت منها شوية، عملولنا هذوما الكعبات الكل. توا ناخدو كعيبات السفنج متاعنا ونحطوهم في السكر، هذوك مكعبات خليتهم باش نعملهم بالعسل. وهذوما مكعباتنا حاضرين للتقديم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة واستفدتوا منها، جربوها وان شاء الله تعجبكم. وصفة خفيفة وطرية. بسلامة.